في المغرب الان كاين 25 شركه اجنبيه اللي تدير التنقيب على البترول. الاستثمار سنه 2011 كان تقريبا مليار و100 مليون درهم. 2011 عملنا 6 ديال الاثقاب لي فوراج، جوج الاثقاب لقينا فيهم شويه الغاز الطبيعي في الناحيه القنيطره في الغرب، وهذيك راه تعلن عليها في سنه 2011 وكميات ضعيفه جدا، يعني ما تتمثلش حتى واحد كميه ديال الاستهلاك الوطني. في سنه 2012 يعني مازال مستمر، ولكن ما كاينش هنا شي ابار اللي تقبوا شي اثقاب داروا اللي لقينا فيهم البترول، يعني حتى الان ما كاينش اثقاب. عمليه التنقيب تتطلب مراحل، عده مراحل. هذوك الشركات اللي تيخدموا في المغرب، المرحله الاولى على الخرائط، ثم المرحله الثانيه والثالثه بواحد الالات السيسميك تاعهم، السيسميك 2 دي وسيسميك 3 دي، ثم ثقب. يعني في كل مرحله الا كانت المرحله ايجابيه تندوزو للمرحله اللي من بعدها، لانه تتطلب كل مرحله تتطلب استثمار مهم. فهاد الشركات الخاصه في كل مرحله تعملوا اعلان تيقولوا راه هذه المرحله ايجابيه غادي ندوزوا للمرحله المواليه، المرحله الثانيه ثم المرحله الثالثه. تعملوا هذا الاعلان في الاسواق الماليه، سوق لندن وسوق تورونتو. علاش؟ لانه باش تيجلبوا راس المال للاستثمار، لانه هذه الشركات اذا تيديروا ديما بعض البيانات اللي تتكون متفائله وايجابيه باش تيجلبوا الاستثمار. اذا من الناحيه التقنيه اش تيقولوا راه كاين امكانيه، يعني معناتها غادي يستمروا في التنقيب، عمليه التنقيب. اذا وعمليه التنقيب مستمره، والاثقاب اللي تنديروا في المغرب قليله جدا. درنا العمليه ديال 6 ديال الاثقاب على الصعيد العالمي، داروا 100,000 ثقب في سنه 2011 باش تكون المقارنه، ولكن الاكثريه ديال هاد الاثقاب في الدول البتروليه.